طبعا البوست ده انتشر جدا على سبيل الكوميكس، في حين ان هو بيتكلم عن حاجة المفروض انها طبيعية جدا جدا جدا. بيقول لك اخويا الصغير اللي في تانية طب ذات مرة كتفه اتخلع في الملعب، فاتصلوا بيا انا في خمسة طب، فروحت الملعب واتصلت باخويا الكبير اللي امتياز، فجه شافه واتصل بدكتور يجي يردهوله. اولا اخوه الصغير اللي في تانية طب ده لسه ما خدش حاجه في الطب اصلا، كل اللي بياخده اكاديمي، هيستولوجي وفسيولوجي وعلم وظائف اعضاء وعلم امراض ومش عارف ايه، كله كلام، لسه ما دخلش لسه مستشفى. اه في علاقه بالمريض نبض وحاجات دي، لكن لسه ما خدش حاجه في الطب الحقيقي بقى. طبعا كل اللي خده مقدمات مهمه جدا للطب. وتاني حاجه ما يعرفش يعالج نفسه طبعا، ده اكيد يعني. اخوه بقى لو هو المتكلم يعني اللي في خمسة طب ده برضه في لسه طالب في سنه نهائيه في كليه الطب، برضه ما يقدرش يمارس المهنه ولا ليه تصريح انه يمارس المهنه لنفسه. اخوهم الكبير بقى الامتياز نفس الكلام، الامتياز لسه طبيب تدريب، ما يقدرش يمارس المهنه ولا يقدر يرد كتف مخلوع. اللي يقدر يرد كتف مخلوع زي كده هو اخصائي العظام، يعني على الاقل يكون واخد دبلوم التخصص في العظام، يعني بعد التخرج خد له سنه او اتنين في تخصص العظام على الاقل عشان يقدر يعمل حاجه زي كده. طبعا في حاجات طوارئ لازم اي حد في، حتى لو في طالب في كليه الطب، ساعات يعني بنعلمها الطلبه يمكن من سنه اولى او تانية، اللي هو اللي زي يعمل حاجات الاسعافات الاوليه مش عارف ايه، حاجه زي كده، يوقف النزيف، كلام زي كده. لكن انه يعمل حاجه تخصصيه زي انه يرد كتف او يعمل عمليه او يرد حاجه يعالج حاجه، فده تخصص حسب كل دكتور في التخصص بتاعه. لو حاجة طوارئ أنا بثبتها، يعني مثلا لو واحد مكسور، المفروض الطبيب سواء طبيب صغير أو كبير متخصص أو غير متخصص، حتى لو طالب في كلية الطب، يقدر يثبت الكسر اللي هو بأي حاجة زي ما شفنا مثلا في مسلسل بالطو، يثبت الكسر بحتة من مكنسة مش عارف ايه، بلفها بطرحة ومش عارف ايه، حاجة زي كده، لغاية لما يروح الإسعاف ويروح للدكتور المتخصص اللي هيشوف الحالة دي تحتاج عملية ولا شريحة ولا يعني ولا جيبس ولا ايه بالظبط. فده مش كوميكس اصلا، واللي يعني مشيره على انه كوميكس بيهزر وبيستظرف.